السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده قررت اعمل ولاول مره في حياتي الكعك في البيت. مش هقول بقى ان انا خبيره في الكعك او ان انا كل سنه بعمله والسنه دي احلى من السنه اللي قبلها. بس بجد انا واحده من الناس اللي كنت بفضل ان انا اشتريه افضل من اني اعمله في البيت ويطلع معايا ناشف او يطلع فيه عيوب زي ان الحشوه اللي جوه ناشفة معايا. فقررت السنة دي إن أنا أتجرأ وأعمله في البيت، والحقيقة كانت الكعكاية بتدوب دوبان والحشوة اللي جواها كمان كانت دايبة. بس قبل ما نبدأ ياريت ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أول حاجة أنا بدأت بيها وهي حشوة الكعك. جبت ربع كيلو من الملبن، كمان ربع كيلو من العجوة، ضفت على كل ربع كيلو منهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي ودوبتهم مع بعض علشان الحشوة ما تنشفش جوه الكحكاية لما تدخل الفرن. معلقة السمنة دي هتخلي العجوة والملبن بعد ما الكعك يستوي يكونوا بيدوبوا دوبان جوه الكعكاية بعد ما تستوي وما ينشفوش مني. بعد ما خلصت إضافة معلقة السمنة البلدي وفركتها كويس جوه الملبن أو العجوة، بدأت إن أنا أكورهم وأضيفهم على جنب علشان يسهل معايا الشغل بعد كده. طبعا لأن دي أول مرة أشتغل في الكعك في البيت، فأنا سألت العطار الإضافات اللي أنا هضيفها واديني بالظبط بالجرامات اللي أنا هضيفها على كيلو من الكعك. اداني مقدار 4 معالق كبار من السمسم المحمص، واداني مقدار معلقة كبيرة من ريحة الكعك، ولكن أنا لما بحثت اكتشفت إن إضافة معلقة كبيرة من ريحة الكعك ممكن تغمقه وكمان يخلي الكعك ممرر معايا، فضفت معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة كمان من ريحة الكعك علشان ما يمررش معايا. وضفت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كمان ضفت رشة الملح اللي بنضيفها على أي معجنات. قلبت المكونات الجافة دي مع بعضيها وبعد كده بدأت ان انا اجهز الخميرة بالسكر. طبعا تقدري تضيفي سكر بودر لو موجود متوفر عندك، لكن انا ضفت سكر حبيبات عادي. 4 معالق من السكر الحبيبات عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. الكوباية اللي انا بعاير بيها هي كوباية مج الشاي اللي في كل بيت، مليت نصه ميه ونصه حليب. تقدري ان انت تستخدمي الكميه كلها ميه او الكميه كلها حليب. قلبتهم كويس وسبتهم على جنب لغايه لما الخميره تتفاعل مع السكر. كيلو دقيق بياخد نص كيلو من السمنة. تقدري تضيفي سمنة مخلوطة أو سمنة بلدي على حسب رغبتك. أنا وزنت نص كيلو على ميزان عندي في البيت، ولكن أنا بعاير قدامكم بمج الشاي علشان طبعا مش كل الناس عندها الميزان. اخدوا معايا كوبايتين مليانين كويس قوي من السمنة، وكمان تلت كوباية يعني مقدار معلقتين كبار أو معلقتين ونص كبار. السمنة اللي انا استخدمتها سمنة خرجتها من التلاجة يا دوب فكت معايا علشان اقدر ان انا استخدمها، يعني مش مجمدة قوي وكمان سمنة مش سايحة قوي. بعد ما بضيف السمنة على الدقيق ببدأ ان انا ارش عليه شوية من الدقيق علشان اقدر ان انا اتحكم فيه. دي اهم خطوة في الموضوع كله، وهي فرق الدقيق. هنفضل نفرك الدقيق زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كويس جدا من غير ملل، يعني تفركي فيه 10-15 دقيقة بدون ما تتعبي. طبعا لو عندك عجان هيسهل ليك الخطوة دي، ولكن الخطوة دي هي مش متعبة ابدا. والدقيق كمان هتحسي ان هو يعني مش محتاج اي سوائل، ولكن لو انتي ما حطيتيش اي سوائل عليه هيشقق معاكي، فهو هيحتاج. انا ضفت الكوبايه اللي انا عايرتي بيها كلها. قبل خطوة إضافة السوائل تقدري إن انت تفركي الدقيق بالسمنة البلدي مدة طويلة زي ما انت حابة. ده هيخلي العجينة معاكي ناعمة وبتدوب ذوبان بعد ما تستوي. لكن أول ما بنضيف السوائل الخميرة واللبن أو المية خلاص يا دوب احنا بس بنلم العجينة بس مش أكتر، يعني ما نعجنش فيها مدة طويلة علشان ما تنشفش معانا. وطبعا تقدري ان انت تختبريها زي ما انا عملت. شفت انا نقشتها قدامكم علشان اشوف العجينة كويسة ولا لا. يدوب غطيتها مقدار 5 دقايق ترتاح من سخونية ايدي بعد العجن اللي انا عملته.
بعد ال5 دقايق خلاص بدأت ان انا اقطع في العجينة بتاعتي، بكورها وبعملها على الميزان، طلعت معايا 27 جرام. طبعا بما ان مش كل الناس عندها ميزان، فانا استخدمت المعلقة المعيارية اللي هي 15 ملي، وحرفيا المعلقة دي بتعمل لي الوزن التقريبي بالظبط. تقدري ان انت تصغري او تكبري على حسب رغبتك انت. بعد خلاص ما خلصت كل التقطيع، الكمية اللي عندي بغطيها علشان ما تنشفش. بعد خلاص ما خلصت كل التقطيع، ببدأ ان انا اكورها واحشيها. طبعا كل صينية بحشيها بنوع محدد، يعني صينية العجوة مع لوحدها، وصينية الملبن لوحدها. وكمان لو انت حابة ان انت تعملي سادة، فانت تقدري تعملي صينية لوحدها. وطبعا بنبدأ في سوى الصينية اللي احنا بدأنا بيها اول حاجة. بعد كده درجة حرارة الفرن بنكون سايبين الفرن شغال قبلها بوقت على درجة حرارة عالية، يعني 250 لو احنا هنضيف الكعك محشي، ان كان ملبن او عجوة، علشان ما ينشفش اول ما يدخل في درجة حرارة هادية. لكن لو الكعك سادة، فانت تقدري تهدي درجة الحرارة لغاية 170 علشان يستوي القلب بتاعه من جوه. وحرفيا احلى كعك واحلى مرة ادوق الكعك، بألف هنا وشفا.